السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أتمنى الجميع إن شاء الله بإذن الله يكون بخير، ورمضان كريم عليكم كده إن شاء الله بإذن الله، وربنا يتقبله بكل خير وبصالح الأعمال يا رب العالمين. النهاردة هتكلم على موضوع ناس كتير طلبته مني بشكل بسيط جدا من غير أي مجهود، وهو تقييم صعوبات التعلم. إزاي أقيم طفل صعوبات تعلم 6 سنين فيما فوق، ايا كان عمره، من 6 سنين فيما فوق زي ما قلت. ايا كانت المشكله اللي عنده، باذن الله باذن الله هنعرف ازاي نقيمها بشكل بسيط وسهل، ومش هيكون مرهق للطفل ولا هيكون مرهق للاخصائي اصلا. احنا ما علينا، بنجيب قصه زي دي، قصه عاديه زي دي كده، تمام، سواء كان دي عربي وانجليزي اهي، تمام، وفي قصص زي دي عربي بس، تمام. المهم احنا بنعمل ايه؟ بنعمل بنخلي الطفل يقرأ، ما بنعملش اي حاجة غير ان الطفل يقرأ. يعني مثلا لو جبنا القصة اللي هي مثلا دي، يعني سلسلة القصص دي جميلة جدا، بس كان عندي تعقيب عليها صغنن، بس ان هم عاملين الصور اشكال الحيوانات على جسم بني ادمين، ده بس كان التعقيب الوحيد على الصورة، على الصور. بخلي الطفل يقرأ، انا الولد او البنت سوري يقرأ، وبكرر بقى اللي هو يعني ايه، يعني بقى سوري، بكتب وراه. يعني ايه بكتب وراه؟ يعني مثلا الطفل عمال يقرا، عمال يقول مثلا ب ع د ال ت ع م ب د ا ال س دي اسمها قراءة بطيئة، اسمها تهجي. ده كده هو مش بيقرا، مش بيقرأ، هو بيتهجى. فدي اول نوتس، فانا اكتب ان هي قراءة بطيئة، تمام. طيب زودت مثلا بسم الله الرحمن الرحيم، زود صوت او نقص صوت، حذف صوت. يعني مثلا ايه؟ ويمرحوا، ارى مثلا اهو، اثناء ذلك اخذ الغزالات الصغيرات. هنا عمال يزود اصوات في الكلمات وعمال ينقص اصوات، فكده عندنا اضافه وحذف وتبديل اصوات. يبقى خدنا اول حاجه ان في قراءه بطيئه اللي هي التهجي. ممكن نقول التهجي زي ما انا قلت في الاول، ولا هو بيقرا بعد الطعام بدأ، دي قراءة بطيئة، تمام. فعندنا كده تهجي، وعندنا قراءة بطيئة، وعندنا إضافة وحذف وتبديل أصوات، تمام. كل ده أنا بكتبه. يعني مثلا شوف، أنا بكتب الطفل بيقرأ، وأنا بكتب كده تقييم صعوبات تعلم، بكتب، تمام. طبعا كل التقييمات بالشكل ده، خلاص. طب لو قراءة سريعة يقرأ ازاي؟ بعد الطعام بدأ الصغير يلعبون ويمرحون، وأثناء ذلك أخذت الغزالة السرية الصغيرة بعض الموز لتلقي به في داخل البحيرة. دي قراءة سريعة جدا. في أسرع من كده لدرجة إنه ممكن يخمن الكلمة بس بيخمنها غلط، يعني يجيب الكلمة بالشبه. دي كده قراءة سريعة. كل اللي أنا بتكلم عليه ده كله ليه استراتيجيات معينة صعوبات التعلم بنشتغل عليها، تمام. طيب أنا كده ده تقييم صعوبات القراءة. أنا كده قيمت للطفل اضطراب تعلم محدد صعوبته في القراءة. بس انا كده قيمت، خليته بس يقرا. فانا قعدت اكتب ورا بعض ورا بعض ورا بعض ورا بعض مشاكل الطفل اللي عنده، تمام. طيب اخليه بقى ينقل، اخليه يكتب. مثلا اخليه يكتب الجزء ده، تمام، هنا مثلا. طبعا دي قصة تانية طبعا. فخليته يكتب، تلاقي الكتابة بالشكل ده زي ما انتم شايفين كده. دي اسمها ديسجرافيا. بصوا بالانجليزي ده اللي انا كاتباه، بصوا بالانجليزي هو كان كاتب ايه. فطبعا في كلتا الاحوال ده او ده، دي اسمها الديسجرافيا، اللي هي صعوبة تعلم كتابة. ان في فروقات ما بين الكلمة الواحدة. بصوا الفرق قد ايه. حجم الخط، حجم حروف الكلمة الواحدة اصلا مش متناسقة، مش قد بعض. فبالتالي في حروف واخدة شكل كبير وحروف واخدة شكل صغير، تمام. نيجي بعد كده ان الحروف مش على الكلمة اصلا، مش على السطر اصلا. بصوا مثلا زي دي مش مظبوطة، بصوا دي مش مظبوطة،
تمام. ايه تاني عندنا؟ كده عندنا حروف الكلمة الواحدة نفسها كبير. عندنا الحروف الكلمة مش على السطر. عندنا مفيش فروقات ما بين الكلمة والكلمة. يعني بصوا في الانجليزي كله جنب بعضه. كل دي اسمها ديسجرافيا، اللي هي اضطراب تعلم محدد صعوبته في الكتابة. تمام. بس انا كده قيمت صعوبات تعلم قراءة وكتابة. طب لو انا عايزة املي همليه. هو انا ده هنا الطفل نقل. طب لو انا عايزة املي عشان اتأكد ان الجزء السمعي عنده كويس، همليه مثلا سطرين 3 بالعربي. والله انا الاملاء يعني هوريكم كده املاء كانت عندي لطفلة لبنت. ثواني كده. يعني مثلا زي كده، بصوا الكتابة عاملة ازاي. طبعا مش واضحة خالص، خط صعب جدا، كلام مش مفهوم. ده الجزء ده في منه هي نقلة البنت نقلاه، وفي جزء منه املا. فطبعا الوضع مش حلو خالص. ده بيدل ان في مشكلة في السمع. البنت بتسمع الكلام، الاصوات بتاعت الكلمات غلط، فبالتالي بتكتبها بناء على سمعها. انا عايزه اقول لكم كمان حاجه تانية مهمه جدا، ان في اطفال للاسف، ولاد وبنات للاسف الشديد، بيعملوا ايه عشان مشكله السمع عشان مشكله السمع اللي فيه مشكله ده. فايه اللي بيحصل معاهم بقى؟ بيحصل ان لو عندهم لدغات، فبيسمعوا صوت اللدغه بتاعتهم يعني اللي بيقولوه بيسمعوه. زي مثلا لو حد لدغ في حرف الره مثلا، فمثلا انا رهان، هم بيقولوها مثلا يهام. هم خلاص هم مقتنعين، فهم بيسمعوها يهام، فبالتالي بيكتبوها بدل الره، بدل الراء، بدل الراء يهام، تبقى 2 يه ورا بعض. فالفكره ان المشكله دي لو ما اتعالجتش تخص التخاطب، فكده يبقى عندنا مشكله قصادها الجنب التاني تخص الاملا. وكمان مشكله تانية، ان انت ممكن بعد ما بتخلي الطفل يقرا مثلا الجزء ده من ضمن الحاجات برضه، يقرا الجزء ده قول لي انت فهمت ايه. لو قعد يقرا لك من الكلمات اللي موجوده هنا كلغه عربيه، يبقى الولد او البنت ما فهمش حاجه، يبقى كده عنده مشكله في الفهم القرائي. لكن لو قراها وقالها لك باللغه العاميه مثلا في جمله او جملتين، يبقى الطفل كده فهم، يبقى كده الطفل ما عندوش مشكله في الفهم القرائي. اللي بيتعمل في العربي بيتعمل في الانجليزي، هي بالظبط، العربي انجليزي. فالطفل لو عنده مشكله في العربي هتلاقي اوتوماتيك عنده مشكله في الانجليزي بشكل كبير جدا. نفس الخطوات هتعمل تاني، هنراجع اصوات الحروف ونشوف بيقرا ازاي وبيكتب ازاي، ويقرا مثلا سطر عادي، جمله عاديه جدا، وقصادها الجنب التاني يشوف يشوف الوضع الطفل فاهم اللي بيقراه ولا لا. بس كده. ده اسهل تقييم لصعوبات التعلم، من غير ادوات كتير، من غير حاجات كتير، من غير مجهود، وبيطلع لنا نتيجه واضحه وبسيطه وسهله جدا تعرفوا تشتغلوا عليها بقدر المستطاع كويس جدا. اتمنى ان شاء الله اكون فدتكم. ولو في اي حد عنده اي استفسار بخصوص التقييم الخاص بصعوبات التعلم، يبلغني وانا هرد عليه ان شاء الله باذن الله في اقرب وقت.